أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار أقرأ على حضراتكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. جمعية المتبرعين بالدم تعقد مؤتمرها. إحياء يوم المرحاض في الإقليم الأوسط. دعوة لضمان نظافة البيئة من النفايات. في الأنباء العالمية، مقتل 4 جنود سوريين في ضربات جوية إسرائيلية على سوريا. إعادة نشر قاذفة أمريكية في شبه الجزيرة الكورية لإجراء تدريبات جوية. ومقتل 10 سجناء خلال صدامات في سجن بالإكوادور. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقدت جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم مؤتمرها السنوي الرابع يوم 19 من نوفمبر في قاعة الإقليم الأوسط. وأوضحت رئيسة الجمعية السيدة ألم برحة في التقرير الذي قدمته لأنشطة ال3 سنوات الماضية أن الهدف الأساسي للجمعية تأمين الدم الكافي في بنك الدم الوطني. وقالت إن الدم المتبرع به الذي كان عام 2017 8,000 لتر ارتفع عام 2022 إلى 12,000 لتر. وذكر المدير العام لقسم الخدمات الطبية في وزارة الصحة الدكتور غيتو برهتو عدم وجود وفيات بسبب انعدام الدم حاليا، مؤكدا تعاون وزارة الصحة الكامل مع الجمعية في أنشطتها. وقال المدير الطبي لبنك الدم الوطني الدكتور يوهانس تخسته إن الجهد الكبير والتنظيم القوي ظل جاريا لإنجاح أنشطة جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم بالتعاون مع بنك الدم، مؤكدا تأمين الدم في السنوات ال3 الماضية رغم تحديات وباء كورونا. وألقيت في المؤتمر كلمات تضامنية مع الاتحادين الوطنيين للمرأة والشباب والطلبة. وانتخب المؤتمر لجنة تنفيذية جديدة ل3 سنوات، وقدمت الشهادات التقديرية للجنة التنفيذية المنتهية فترة عملها. الجدير بالذكر أن جمعية المتبرعين الطوعيين للدم تأسست عام 2013. أحيا الإقليم الأوسط 19 من نوفمبر اليوم العالمي للمرحاض في قرية الزاقر في مديرية سرجقة يوم 19 من نوفمبر تحت شعار المرحاض يضمن نظافة المياه الجوفية. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط الدكتور مولوجيت هايلي في المناسبة التي حضرها حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحي هايلي والمدير العام لقسم الصحة العامة في وزارة الصحة السيد عند برهان تسفاتيون والضيوف المدعوين ومسؤولي أقسام الوزارات أن النظافة العامة انطلقت عام 2008 وتحدث المراحيض المشيدة في جميع أقاليم البلاد تغييرا صحيا ملموسا. وقال إن 93 قرية من جملة 94 قرية في الإقليم الأوسط نفذت أنشطة إصحاح البيئة يغطي ذلك 99%، بينما يغطي استخدام المرحاض في 13 مديرية في أسمرة 86%، وتبذل الجهود لسد الفجوة الموجودة في القرى المنضمة إلى مديريات أسمرة. وذكر المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط العقيد جبر يوهانس ولدقرقيس أن العمل ظل جاريا بتعاون المديريات وإدارات الضواحي ووزارة الصحة لاستخدام المرحاض في جميع قرى الإقليم الأوسط، وقد انخفضت أمراض المياه نتيجة ذلك. وأوضح مدير مديرية سرجقة السيد كفل مريم جبر مسكل تنفيذا كاملا لاستخدام المرحاض في المديرية. وقدمت في المناسبة التي شهدت مناشطة توضح أهمية النظافة البيئية الجوائز والشهادات التقديرية للفائزين والمشاركين في مسابقة المعلومات العامة وفعاليات فنية من طلاب مدرسة الزاقر الابتدائية والمتوسطة. دعا مسؤول مكتب البيئة في الإقليم الجنوبي السيد تكي تخل مريم الشعب لضمان نظافة البيئة ورفع المعرفة برمي النفايات عامة والأكياس البلاستيكية خاصة. وقال إنه يوجد قصور في رمي النفايات في الإقليم الجنوبي، خاصة ظاهرة انتهاك المرسوم رقم 99 لعام 2004 الذي يمنع استخدام الأكياس البلاستيكية. وذكر ضبط أكثر من 11 كنتال من الأكياس البلاستيكية الرقيقة المهربة والمباعة في
في المتاجر بتعاون الجمارك وشرطة البلدية في الشهر الماضي، موضحا أضرار الأكياس البلاستيكية بعد رميها على البيئة والمواشي. وحث الشعب والمؤسسات الحكومية لرمي النفايات الصلبة والسائلة في الأماكن المخصصة لها، وتصحيح رمي النفايات في الأودية لتلويثها المياه وإحداثها الأضرار على صحة الإنسان والحيوان. وقال إن النفايات بالإمكان الاستفادة منها في الأسمدة والطاقة إذا حفظت وأديرت جيدا. ودعا لتعاون جميع الجهات وخاصة الإدارات لمكافحة استخدام الأكياس البلاستيكية وعدم رمي النفايات في كل مكان. نظمت مفوضية الثقافة والرياضة دورة تدريبية ل29 من أعضائها في إطار جهود تطوير القدرات. تضمن التدريب الإدارة والمحاسبة وتقنية المعلومات والمشتريات وحفظ الممتلكات وإعداد التقارير لمدة من 3 أشهر إلى سنة. وأوضح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمدة تخليه في ختام الدورة التدريبية في 18 من نوفمبر أن التدريب له التأثير الجيد بالعمل النوعي للمتدربين في مواقع العمل. وشكر جميع المساهمين والمدرسين لإنجاح التدريب. وذكر ممثل المتدربين أن التدريب يصقل قدراتهم وخبراتهم، مؤكدا الاستعداد لإحداث تغيير إيجابي في العمل. وكانت المفوضية قد دربت من قبل 41 من أعضائها في دورتين. استشهد يوم 16 من نوفمبر قاضي الوسط في المحكمة العليا المناضل داويد هبتة عن عمر 72 عاما جراء مرض ألم به. بدأ المناضل داويد نضاله من أجل الاستقلال بالتأطر في حراك جمعية الطلاب الإريتريين من عام 1970 وحتى عام 1974 في جامعة أديس أبابا، والتحق نهاية عام 1974 في صفوف قوات التحرير الشعبية. وخدم في جهاز أمن الثورة وجهاز الإعلام كصحفيين في إذاعة صوت الجماهير الإريترية حتى يوم الاستقلال. وبعد الاستقلال عمل المناضل داويد هبتة في وزارة العدل قاضي وسط في محكمة الإقليم وحتى قاضي الوسط في المحكمة العليا. المناضل داويد متزوج وأب لابنين، وقد وري جثمانه السرى ظهر اليوم الأحد في مقبرة الشهداء في العاصمة أسمرة. وتعرب وزارة العدل عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل داويد هبتة، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملاء العمل. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن 4 جنود سوريين قتلوا وأصيب آخر بجروح في عدوان جوي إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقتين الساحلية والوسطى لسوريا. وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الذي جاء من فوق البحر المتوسط، وتسبب أيضا في وقوع خسائر مادية. ولم يذكر الإعلام الرسمي المواقع التي طالها القصف، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد عن أنه استهدف مواقع تابعة لمجموعات موالية لإيران في محافظتي حمص وحماة، ما أسفر عن تدمير أسلحة وذخائر. وهذه المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل ضربات على سوريا منذ الأحد الماضي، حين أدى قصف على مطار الشعيرات العسكري في وسط البلاد إلى مقتل عسكريين 2 وإصابة 3 آخرين بجروح. أعيد نشر القاذفة الأمريكية من طراز B-1B في شبه الجزيرة الكورية في إطار تدريبات جوية مشتركة بين سيول وواشنطن غداة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات بحسب الجيش الكوري الجنوبي. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان: أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبا جويا مشتركا مع القاذفة الاستراتيجية B-1B التابعة لسلاح الجو الأمريكي، والتي أعيد نشرها في شبه الجزيرة الكورية. كما شاركت في التدريب بعض الطائرات الأكثر تطورا في سلاح الجوي الأمريكي والكوري الجنوبي، وبينها المقاتلة الخفية F-35 وفقا للمصدر نفسه.
ولطالما أثارت المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية رد فعل حاد من جانب كوريا الشمالية التي ترى فيها تدريبات على غزو لأراضيها أو محاولة لإطاحة نظامها. قتل 10 أشخاص على الأقل في صدامات بسجن في العاصمة الإكوادورية كيتو على ما ذكرت مصادر رسمية. وقالت إدارة السجن في رسالة إن هناك 10 وفيات مؤكدة في سجن بيتش نيتشا. وأوضح الجنرال المسؤول عن الأمن في كيتو أن قوات الأمن سيطرت على الوضع. وتأتي أعمال العنف هذه بعد ساعات قليلة من قيام سلطات السجن بنقل زعيم عصابة يدعى بورميدوزو من هذا السجن إلى آخر يخضع لحراسة مشددة في مدينة جويكال الساحلية. النبأ الأخير من بيرو، حيث اصطدمت طائرة ركاب عند إقلاعها بسيارة إطفاء في مطار ليما الدولي، مما أدى إلى اشتعال النيران في الطائرة وإجلاء الركاب ومقتل 2 من رجال الإطفاء كما أعلنت مصادر رسمية. وكانت الطائرة تقول 100 راكب وراكبين وطاقما من 6 أفراد. وعبر المدير العام لشركة لاتام في البيرو مانويل فان أوردو في مؤتمر صحفي في المطار عن استقرابه وجود رجال إطفاء على مدرج الإقلاع، موضحا أن قائد الطائرة لم يبلغ بأي أمر غير عادي. سيداتي سادتي، نذكر بالعناوين ختاما للنشرة. جمعية المتبرعين بالدم تعقد مؤتمرها. إحياء يوم المرحاض العالمي في الإقليم الأوسط. دعوة لضمان نظافة البيئة من النفايات. وفي الأنباء العالمية، مقتل 4 جنود سوريين في ضربات جوية إسرائيلية على سوريا. إعادة نشر قاذفة أمريكية في شبه الجزيرة الكورية لإجراء تدريبات جوية. ومقتل 10 سجناء خلال صدامات في سجن بالإكوادور. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله، إلى اللقاء.